السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد على قناة المجد. قبل ما نبدأ حلقتنا مع بعض ما ننساش الدعاء لإخواتنا في فلسطين، يمكن هي دي الحاجة الوحيدة اللي بنقدر نقدمها لهم. لو بإيدينا أكتر من كده ما كناش اتأخرنا عنهم. ربنا يا رب يرحم شهدائهم وينصرهم على الكيان الصهيوني يا رب العالمين. حلقتنا النهاردة مع بعض كده يمكن عن الدوري المصري. استئنف الدوري المصري من تاني. يمكن أهم اللقاءات اللي يمكن جماهير كتير كان مستنياها هو اللقاء اللي اتلعب امبارح. مين هو اللقاء ده؟ لقاء بيراميدز وسموحة. طب مين هي الجماهير اللي كانت في انتظار اللقاء ده بفارغ الصبر؟ طبعا بالاخص هي جماهير نادي الزمالك. يمكن الاهلي لو هيبقى مستفيد من اللقاء ده حاجة فهو عشان يعطل بيراميدز ويقدر ان الاهلي يرجع ياخد مؤجلاته من تاني ويركب الدوري. اما جماهير نادي الزمالك يمكن كانت بتتمنى خسارة بيراميدز امبارح من سموحة. ليه بقى؟ او ليه بيتمنوا خسارة بيراميدز من سموحة؟ لان بيراميدز لو خسر ماتش سموحه وخسر ماتش الاهلي يقدر ان نادي الزمالك يرجع ياخد مؤجلاته بتاع الدور الاول، وهم بالاخص 4 ماتشات او 6 ماتشات مش متذكر قد ايه. بس لو الزمالك قدر ياخد مؤجلاته في ظل ان نادي بيراميدز خسر من سموحه ويخسر من الاهلي، يقدر ان نادي الزمالك يحجز مقعد في دوري ابطال افريقيا. يمكن بيراميدز بفوزها امبارح على نادي سموحه 3-0 بتحجز مقعد ليها في دوري ابطال افريقيا، ويبتعد تماما نادي الزمالك للسنه الثانيه عن التوالي بان هو ما يشاركش في دوري ابطال افريقيا. دي كارثه بالنسبه لجماهير نادي الزمالك. يمكن هي دي الحاجات اللي بنتكلم فيها مع جماهير نادي الزمالك. ويعني احنا كاهلاويه بنحب ان احنا النادي الاهلي خد بطوله يفرح يوم، التاني اقفل. طالما في ماتش جاي بعديها مرتبط ببطوله تانية غير البطوله اللي انت خدتها، اقفل على كده. فرحنا يوم والتاني خلاص نقفل على ان احنا نقدر نشتغل بشكل قوي على البطوله الجديده اللي احنا داخلين فيها. وهو ده اللي بنتكلم دايما فيه مع جماهير نادي الزمالك، ان انت ما تديش يعني شفنا نادي الزمالك قدر ان هو يحقق الكونفدراليه. شفنا قبليها نادي الزمالك بيقدر ان هو يحقق مكسب غالي على النادي الاهلي مش ببطوله، ده ب3 بونت. يمكن جماهير نادي الزمالك حطت اللعيبه لدرجه ان اللعيبه احتفلت في اوض اللبس وفي غرف الملابس وفي الملعب وعلى السوشيال ميديا كانهم خدوا كاس العالم من النادي الاهلي. الفرحه المبالغ فيها دي يعني بتخلي اللعيبه تفقد حاجات تانية كتير، زي مباريات في الدوري قدر ان نادي بيراميدز ياخد منك ان انت يخليك ان انت تبتعد عن دوري ابطال افريقيا ويشارك هو. دي اهم من الكونفدراليه. ليه اهم من الكونفدراليه؟ انت شاركت 5 مرات او 4 مرات. اول مره سنه 2020 خسرت قدام النادي الاهلي. يمكن دي كانت البطوله اللي كانت ممكن نادي الزمالك يبني عليها لسنوات كتير قدام. يمكن شفنا النادي الاهلي من ساعه ما خد البطوله دي وهي دوري ابطال افريقيا فتحت دراعاتها كده على الاخر. قدر ياخد ال9 من الزمالك وال10 وال11 وال12 وما شاء الله ماشيه على الاخر. الزمالك خسر نهائي دوري ابطال افريقيا 2020 قدام النادي الاهلي. شارك في سنه 21 وطلع من دور المجموعات. شارك في سنه 22 وطلع من دور المجموعات. 23 ما شاركش، قدر ان هو يفوز بالكونفدراليه. سنه 24 سنه 23 خرج من دور المجموعات. سنه 24 اللي هي قدر يفوز بها بالكونفدراليه. سنه 25 برضه مش هيشارك. ليه مش هيشارك؟ لان فوز نادي بيراميدز امبارح على سموحه حجز مقعد ليه في دوري ابطال افريقيا، فبالتالي الزمالك برضه مصير الكونفدراليه. نفسي اشوف جماهير الزمالك وكل منتمين لنادي الزمالك يبقى مصلحتهم الاولى وعينيهم على دوري ابطال افريقيا. الكونفدراليه دي ما تخليهاش اولوياتك ابدا. دي خليها اللي هي زي مثلا الموسم اللي جاي انت خلاص ما شاركتش في دوري ابطال افريقيا، خلاص اولوياتي ان انا اقدر افوز بالكونفدراليه. ليه ما يبقاش عندك طموح بان انت تشوف فرقتك دي بتاخد سنه ورا سنه ورا سنه ورا سنه دوري ابطال افريقيا؟
الزمالك النهارده كده 23 سنه مش قادر يحقق دوري ابطال افريقيا. في ال 23 سنه دي قدر يوصل نهائي مرتين، مره امام سان داونز وخسر البطوله، ومره امام النادي الاهلي وبرضه خسر البطوله. ليه؟ ليه كده؟ يمكن الحته الاخرانيه دي لازم الجماهير تسال فيها. ليه انت بتوصل بس مش قادر تحقق البطولات؟ بنتمنى طبعا التوفيق لنادي الزمالك. بنتمنى نادي الزمالك يرجع، يمكن من اهم فرقتين طبعا في افريقيا كلها، يمكن هم اللي عاطين الروح لافريقيا كلها، هو النادي الاهلي طبعا. كبير افريقيا طبعا بالالقاب، يمكن الناس هتقول لك كبير، لا بالالقاب. سيد افريقيا وكبير افريقيا هو النادي الاهلي، ويليه نادي الزمالك. طبعا يمكن في مازيمبي نفس عدد البطولات بتاع نادي الزمالك في دوري ابطال افريقيا، بس يمكن الزمالك قدر ان هو يوصل نهائي قبل كده مرتين، بيشارك بشكل مستمر، فيمكن هي دي اللي عطيه الافضليه شويه عن مازيمبي. يمكن الحاجه الثانيه اللي عايزين نتكلم فيها وهي صفقات النادي الاهلي. الفترة الأخيرة بنسمع عن صفقات رايحة، صفقات جاية، صفقات رايحة، صفقات جاية، لدرجة إن إحنا سمعنا عن ساديو ماني جاي النادي الأهلي، كريستيانو رونالدو جاي النادي الأهلي. طبعا كل ده مش صحيح، بس الصحيح بإن النادي الأهلي بيفاوض أكثر من لاعب. محمد كوناتيه، يحيى عطية الله، زين بالعياد، يمكن دي أبرز الأسماء اللي بتتردد على النادي الأهلي. ويمكن مؤخرا تريزيجيه، يمكن شفنا تصريح لتريزيجيه، يمكن تصريح مهم جدا. يمكن رمى كرة فيها في ملعب النادي الاهلي، هو لو احتاج خدمات النادي الاهلي، لو احتاج خدماتي انا ما اقدرش اتاخر عنه، بالاخص لو اعاره، ان انا اقدر اشارك معاهم في كاس العالم للانديه. يمكن تريزيجيه لو جه اهم من اي لاعب، اهم من اي لاعب هتجيبه ويتحسب على النادي الاهلي ان هو لاعب افريقي واخد مقعد للاعيبه الافارقه. يمكن عندنا مشكله طبعا لو تعاقدنا مع يحيى عطيه الله ولا زين بالعياد، عندنا مشكله في حته ان الاجانب اللي هترحل من النادي الاهلي مين هم؟ مين ابرز الاسماء؟ يمكن في في اسماء كتيره طبعا مقترحه، وبالاخص بيرسي تاو، كريستو، وبالاخص كريستو، او يعني يمكن كريستو من اول الراحلين لسبب ان اللاعب بقى فوق السن. وانت ما استفدتش من كريستو، مع ان كريستو ما فيش حد مختلف على موهبته. يمكن جاي في ظروف صعبه، يمكن اتظلم مع المدرب، يمكن حاجات كتير. فانت كده كده ما استفدتش من تريزيجيه من كريستو بحاجه، فبالتالي هيبقى من اولوياتك ان انت تستغنى عنه في الانتقالات. اليو ديانج طبعا يمكن النادي الاهلي مرحب، لو اليو ديانج جاله عرض كبير النادي الاهلي مرحب. طب لو ما جالوش عرض، لا، من اهم العناصر اللي موجوده في النادي الاهلي. وانا شايف ان اليو ديانج في فتره غيابه الاهلي في نص الملعب عاني كتير في الحته دي. وبتمنى يعني من الناس اللي بتمنى ان ديانج ما يمشيش من النادي الاهلي، بتمنى ان هو يفضل ويعمل لنفسه سي في زي علي معلول. يمكن علي معلول الحاجه الوحيده اللي ممكن النادي الاهلي يستفاد منها حته ان هو اللاعب ما يقيدش طبعا بسبب الاصابه في الفتره الاولى، يقدر ان هو يأيده بعد كده بعد ما يرجع من الاصابه. يمكن علي معلول هياخد 6 شهور او 7 شهور، فيمكن النادي الاهلي هي دي الحاجه الوحيده اللي ممكن يقدر ان هو يجيب لاعب في الفتره دي. ايه الحاجه الثانيه؟ الحاجه الثانيه بالنسبه للنادي الاهلي، انت رايح تلعب كاس عالم، مش رايح تلعب بطوله، لا ده انت رايح تلعب كاس عالم وبطوله بنظامها الجديد لاول مره مع فرق احسن فرق في العالم. بنشوف السيتي، بنشوف ارسنال، بنشوف ريال مدريد، بنشوف فرق كتير وفرق كبيره. يمكن لما كان النادي الاهلي بيروح يشارك في كاس العالم دي بنسختها القديمه، وكان بيبقى معاه بايرن ميونخ ولا ريال مدريد ولا مانشستر سيتي، كنا بنبقى طايرين من الفرح مش عارفين هنعمل ايه. النادي الاهلي في كاس العالم هيلاعب مين؟ هيلاعب ده، هيلاعب ريال مدريد، هيلاعب السيتي، هيلاعب البايرن. ما بالك بقى لما بيبقى في وسط الفرق دي، يعني فرقه بحجم مانشستر سيتي، فرقه بحجم ريال مدريد، كل الفرق دي مجتمعه في بطوله واحده
والنادي الاهلي في البطوله دي. فمتخيل شكل السكواد بتاعك هيبقى ايه؟ انا عارف يمكن في ناس كتير هتبقى متضايقه ان الاهلي هيعمل سكواد جامد، وبالاخص الدوري المصري، الناس اللي بتلعب في الدوري المصري، جماهير زي جماهير نادي الزمالك دي هتقول لك ايه انتوا ما بترحموش. يمكن بشوف على صفحاتهم يعني حاجات يعني لطيفه كتير، بالاخص يقول لك الاهلي بيدعم صفوف النادي ليسترد بطوله دوري ابطال افريقيا الغائبه عنه منذ 13 يوم او 15 يوم او شهر او اتنين. انا بتكلم بجد، النادي الاهلي لازم يعمل سكواد يليق بيه في كاس العالم للانديه. نشوفكم في حلقه جديده. بنتمنى من كل الناس اللي بتشوفنا ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.